التقارير ضيق الوقت، واعتذر منكم اعزائي المشاهدين. بروح على اخر تقرير فكاهي حلو جميل سعودي يروي قصته في مصر مع البلطجيه الموجودين هناك باسلوب سعودي مصري حلو. اعطوني تقرير السعودي الحلو. تكلم مصري كويس. اسمعوا، في 2004 2005 في حي اكتوبر في القاهره، هقول لكم القصه واكيد مرت على ناس درسوا هناك. حي اكتوبر في البدايات كان فاضي في الحي الاول عند الارنب الجائع. اكيد والله لو واحد من عيال مصر حيفهمني، يعني ما في، كلها 6 7 عماير عظم وعماره واحده اللي مبنيه، 6 7 عماير وعماره واحده مبنيه. وانا راجع في الليل متاخر الساعه 3، فطبعا انا جيت دخلت من عند الارنب الجائع، هذا كشك اسمه الارنب الجائع، والدنيا ايه ظلام، ما في صريخ ابن يومين وانا لسه واد كتكوت دوبي واصل مصر. ما لسه كنت حتى انحف من كده وكنت مسمسم، يعني يا دوب اقول بسم الله يعني. وفجأة حينئذ يطلع لي واحد بالمطوة هنا، طلع كل اللي معاك، ويجيني واحد تاني في وجهي، خلاص اتبكمت. بقول لك طلع كل اللي معاك، طلع كل اللي معاك. انا ماني خلاص. فجأة ربنا كده يا جماعة الخير، والله من الله كده شيء نزل لي كده. قلت له هو ينفع اللي انت بتعمله ده يا كابتن؟ سايب كل الخلايجه اللي هنا في الحي وجاي على صاحبك وحبيبك ابن حتتك؟ انا ما معيش حاجه، لو معايا حديك. اداني الجفا الاول طع. انت منين ياض؟ قلت له من طنطا. انا من طنطا مش باين ولا ايه؟ وبعدين انا ابويا فلاح، انت سايب السعوديين والكويت وجايين انا؟ صاحبه بيقول له يا مصطفى ده باين عليه بجد فلاح ما معهوش حاجه، اجري من هنا ياض، اجري ياض. خدت القفا من هنا وقلت له شكرا، ويا ريت ما قلت شكرا، لان بعد شكرا خدت شلوت في المؤخره والله. رحت الشقه، وقفت قدام المرايه، سقفت لنفسي، قلت انا اقنعت البلطجي ان انا مصري، يس. وهو والله لو دخل يده في جيبه اللي ورا محل ما اداني الشلوت كان طلع الجواز الاخضر وكنت هتشبشب واتقطع. ذمتي إذا أحد من المملكة العربية السعودية يعرفون هذه الشخصية يدزونا رقم نتواصل معاه وندعوه بالكويت يحضر ويانا، لأن دمه خفيف، وأتمنى له كل توفيق. أكتفي، ما أقدر أعرض باقي التقارير.